ما يمكنش يا البياع أنك تنتقد الاستغلال السياسي لكرة القدم في الجزائر وتغض الطرف عن استغلال المخزن السياسي لتنظيم دورة قارية أو عالمية. C'est une poubelle à ciel ouvert, l'Algérie. المغرب وهذه موراكو. This is Morocco. You know what I'm saying? رجع للمغرب الله يرضي عليك. نستفيد اصلا من الفوتبول، وهل عندنا اصلا رياضه؟ اثنين تاع لي كوب دي موند، اثنين مش وحده. أنا تمنيت إقصاء المنتخب الجزائري. السلام عليكم. كأس إفريقيا هذا العام فتحت العديد من الأمور، منها اللي كانت مفضوحة ونعاود نبينوها من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومنها اللي جديدة وراح نبينوها وقل ربي زدني علما. لكن قبل ما نتكلموا في هذا الموضوع خلونا نرجع بكم إلى منشور درته من قبل وما عجبش الكثيرين. ومرة أخرى أنا مانيش هنا باش نعجبك، أنا هنا باش نحاول نقنعك. إذا اقتنعت ما تنساش تشترك بالقناة، وإذا ما اقتنعتش ماذا بيا أنك أنت تقنعني في تعليق أو حتى في رسالة إلى حسابي في الفيسبوك. وإذا عجبني طرحك ومستواك وكانت عندك شجاعة باش تطلع معايا، علاش لا نديروا نقاش على اليوتيوب نفيدوا ونستفادوا من بعضنا. أما إذا كانت فيوزاتك مصوتيين والكم القليل من المادة الرمادية اللي عندك ما يسمحلكش بالاستيعاب أو الإقناع، شوف كاش واحد يعجبك من العاهرات الذكور أو الإناث وراهم بالعرام. المنشور قلت فيه علاش ما تشجعش فريقك الوطني؟ أنتوما ما بتبغوش بلادكم. أولا لنرجع إلى تاريخ صناعة الفرجة عموما وليس كرة القدم فقط. لما كانت الشعوب تسخط من الأوضاع وتبدأ بالتذمر، كان القياصرة يحضرون المحاربين والعبيد والحيوانات المفترسة ويخلوهم يتقاتلوا مع بعضهم، وتصنع فرجة لحظية يتناسى بها الشعوب المغفلة جوعها وأزماتها. وقبلهم كانت شعوب المايا والآزتك يضحون بالفرق الخاسرة في أي لعبة إرضاء لآلهتهم، يرموهم في البراكين ولا في الوديان وغيرها. واليوم اللي تلتهمهم السباع العالمية هي الشعوب التي تنهش وهي راضية بل مستمتعة بالحدث. ثانيا إذا اعتبرنا لاعب كرة القدم عامل لأنه يتقاضى أجر، وأي أجر؟ أسكو شفتوا طبيب يصفقوا له الجماهير بعد قيامه بعملية جراحية ناجحة؟ هل في يوم من الأيام رحتوا في مجموعات باش تحضروا محاضرة أستاذ ومن بعد تتصوروا معاه وهو يعطي لكم صباطه ولا تقاشروا وانتم فرحانين؟ اليوم جينا نشوفوا المباراة المنتخب الوطني، وهداني اللاعب توبة هذا الحذاء ونشكروا على هذه الهدية. هل تعرفوا أسماء مهندسين بناو جسور في مدينتكم ولا زينوا لكم حديقة في حيكم؟ هل انتقدتوا يوما خطة عمل رئيس بلديتكم مثلما تنتقدون خطة مدرب هذا الجلد المنفوخ؟ طبعا لا. على هذا أفضل أني نتصور مع لاعبي فريق النظافة تاع الحي تاعي اللي يخلوا المكان اللي نسكن فيه أجمل. أفضل أني ندفع 3000 دينار لفقير يعجز عن دفع الفواتير بدلا من شراء تذكرة. وكاين اللي يخلص تذكرة الطيارة من بلاد لبلاد والإقامة في فندق باش يتفرج تورنوا، لكن ما يدفعش النفقة تاع ولاده ولا طليقته إلا بشق الأنفس. ثالثا من أشجع الله يرحم باباكم بلايلي جاهل. Racontez-nous ce qui s'est passé, c'est complètement fou. Alhamdoulilah, match difficile contre Strasbourg. Il a marqué 2 buts, mais alhamdoulilah, on a رجعنا في المباراة on a bien joué, on a marqué. Inch'Allah la victoire. فوايو. مسبوق قضائيا بسبب المخدرات ويرتاد على المراقص الليلية ويفتعل أعمال الشغب. وهذا الحال ماشي وطنيا فقط، حتى رونالدينيو السحار تاع كرة القدم مجرد حثالة، ضاعر وفاشل اجتماعيا وخلقيا. مارادونا يعيطوا له إله كرة القدم، هو مثال للفساد والدعارة وتعاطي المخدرات. وتشجيع أمثال هؤلاء يخلي الأطفال يهتفوا بأسماء الفاشلين في دراستهم وفي أخلاقهم ويديروهم قدوة لهم. شاوشي كان قدوة العشرات بل المئات اللي يصبغوا شعورهم كيفه. وكلنا نتذكروا موضة الحلاقة على طريقة لاعبي المنتخب الوطني ما بين 2010 و 2014، أو وضع الأقراط ولا حتى السكوتش على طريقة كريستيانو رونالدو. رابعا، ما الذي ستجنيه أنت كمواطن من فوز أو خسارة منتخب؟ هل سيساهم فوز المنتخب كاش في رفع مستوى المعيشة نتاعك؟ هل الدولة راح تصرف لك مثلا شهر راتب زيادة نهار اللي تفوز الجزائر بكاس إفريقيا ولا بكاس العرب؟ هل سيدفع هذا الفوز باقتصاد الوطن إلى الأمام ويرفع من قيمة الدينار؟
هل عدد الانتصارات الكروية ولا الرياضية في أي ديسيبلين كانت هو معيار لتقدم أو تخلف بلد ما؟ الصين ما عندهاش حتى نجمة. الصين عمرها لا ربحت كاس. الصين يعتبر من أضعف المنتخبات قاريا وعالميا، على عكس المنتخب المصري 7 نجوم، برازيل إفريقيا، ومتأهل 4 مرات إلى كأس العالم. الصين هي القوة الأولى عالميا تناطح في أمريكا، ومصر إحدى أقوى الدول في الفقر طبعا، فرق كبير. خلينا سيدي من الاقتصاد. واحد التافه خرج دار فيديو بعد ما كنا ندعيو إلى مقاطعة الفريق الوطني في وقت الحراك. قولوا لهم ما يحشوناش بالبالون، قولوا لهم ندوا الحريه يكون واش يكون. تشوف في هاد كاع شرا صار يدرو، كاع شرا صار، كاع الشعب اللي راه خارج يديفيلي واللي في ميجان والداخل عند لي جي تي كانت كاينه الزطله الشراب الحبوبه كحله. بوليسي ما يسعاش، بوليسي باش يامن لي فامي، كانوا تما لي فامي ما كاش. ايماجين الريسك اللي كاين تما، ما كاش بوليسي باش يامن الداخل في لي جي تي اللي فامي. حنا نخرجوا في الحراك نخرجوا 1000 يجونا 2000 لا بوليس، غير باش تعرف خونا، غير باش تعرف واش راهو صاري. وراهم لا بوليس دروك، وراهم لا بوليس اللي كانوا قمور القايله تما في الشموسات وراهم. محمد خواني نحيوه بالمناسبة سماه الفريق اللا وطني، ليكيب اونتي ناسيونال، وعنده ألف حق في ذلك. المنتخب اللي ما يهموش سياسة بلاده ماشي منتخب، ومشي غير بلاده، السياسة العالمية كاملة. نهار كان المنتخب منتخب كانوا يدافعوا على قضية تحرير الوطن في المحافل الدولية. أما الآن عندنا عدد من المعتقلين. كنا في وقت الحراك ونطالبوا بإسقاط منظومة فاسدة، والمنتخب الوطني ولا على باله. ها سيدهم أبو تريكة. احنا بتوع توعيه وبتوع دور ثقافه، لان مش دورنا بس ان احنا نقول لك الكره دخلت الشبكه وخرجت من الشبكه، الحكم صفر، حكم في قضايا اهم، فلازم تبقى ملم بكل حاجه. وسيدهم إيريك كونتونا. Now 716 days into what Amnesty International have called a genocide, and yet Israel continue to be allowed to participate. FIFA and UEFA must suspend Israel. Clubs everywhere must refuse to play Israeli teams. ماشي كيما فرخ العرب ولا فرخ الجزائر. قلت هذا التافه يقول خلوا الشعب يفرح، ولم يكن الوحيد طبعا. كان إلياس فيلالي البهلول اللي أصبح سياسي، مفكر العبقري نابغة زمان وبومالة، والأسطار تاع الأخرار في ذاك الوقت زكية محمد. كانوا كامل اللي يقولوا ما تكبروش في الشعب فرحة. معليش يا سيدي نحتفلوا كاملين، لكن هل تحتفل أنت المشجع البسيط بالكاس مثل ما احتفل بها سابقا أشباه الدوكور من ريفكا وقروابي ومن على شاكلته؟ خامسا، نتعجب لشخص مكور تكوير يتكلم على كرة القدم. تحب الرياضة؟ اجري يا سيدي، انت روح مارس كرة القدم، امشي على الأقل، مشي تبقى 90 دقيقة ولا 120 دقيقة وكاين اللي يتفرج دو ماتش في نهار، قاعد فوق فوتي وتاكل في المايس ولي زاميزغول، واكثر جهد تقوم به هو القفز لما يماركيو بيت، ولا تكسر تيليكوموند اذا خسر فريقك. بعض الاباء يعجزوا انهم يسخروا نصف ساعه باش يراجع لولده ولا لبنته، ولا يلعب معاهم ولا يعافرهم ويضحك معاهم. يا سيدي غير خطره في السمانه، بصح تلقاه يمضي ساعات يحوس على القنوات اللي تنقل مباريات كل الدوريات، يحفظ اسماء لاعبي كل الانديه الاوروبيه والعربيه، بصح تسقسيه اسماء الاساتذه اللي قروا ولاده ما يعرفهمش. سادسا، كيفاش نفرح وكاين شعب يقضي الشتاء بلا مأوى؟ تحت القصف ولا يملك ماء أو دواء. وانت بالأمس فقط كنت تقول أنا مناصر للقضية الفلسطينية ومع فلسطين ظالمة ومظلومة. واش نسيتهم ولا قلبت الفيستا؟ هذوك الدراهم اللي تشريهم بيه باش تروح تفرج بهم ماتش ديال الفوتبول، ارسله على الأقل يكون روبا للأطفال اللي راهم يموتوا بالجوع. سابعا، من وقتاش أصبح تشجيع كرة القدم رمزا للوطنية؟ كباغي نتكلموا على الوطنية ما كاش مشكل، أرواح نشجعوا الجامعة الجزائرية باش توصل إلى أعلى الرتب. سي با انتيريسون. Les centaines de milliers d'euros
اللي خلصوا بهم كاش مدرب أجنبي، أرواح نجيبوا بهم ناوم تشامسكي ومجموعة من اللغويين والنحويين والمفكرين يديروا لنا خطة 3 في البرامج الدراسية باش يعاود يولي مستوى التعليم كما كان في أواخر السبعينات والثمانينات، ماشي بن بوزيد وبن غبريد وبالعابد وسعداوي وهلم جرا من الرعاة. أرواحوا نسيبورتيو مستشفياتنا، بدل ما تانفيستي في ستاد تاع بلقايد في وهران ولا ستاد تاع بالراقي في العاصمة ولا ستاد ايد أحمد في تيزي وزو، شري سكانر. الناس ما عندهاش وين دير لي رام. عاود سبيطار تشي جيفارا اللي رايب. هاي كنت دخلت على السبيطار كي دايره ميزو، دخلت على السبيطار هذه كي دايره، دخلت على السبيطار دوك نزيدو ندخلو داخل نزيد نولي لكم بزاف صوالح. دوك السبيطار كي داير، هذا سبيطار خنز ماشي سبيطار. عليكم البرد لهنا والتواقي محلولين، هكا لا شوفاج لا والو. سبيطار مصطفى وسبيطار مايو اللي طوبات ياكلوا مع المرضى في وسط العاصمة. كنت عندك طنبات في الله. خلونا نوليو قبلة العالم في إحدى التخصصات كما دارت كوبا في طب العيون، تركيا وإيران في زراعة الشعر، أوروبا الشرقية رومانيا يا الرب الكريم وهنغاريا اللي ولاو مشهورين في طب الأسنان، ألمانيا في جراحة الدماغ والأورام، اليابان في زراعة الأعضاء والأطراف، حتى بونكوك وتعرفت بجراحة تغيير الأعضاء الجنسية. احنا باش معروفين الله يرحم باباكم. نسيت، احنا قادرين نحييو الموتى ونديرهم مسؤولين. لا يسعني إلا أن أبرز الدور الهام والمحوري الذي يقوم به الأمين العام للمؤتمر. احنا معروفين بصناعة الظلم، بصناعة الحجز والفشل، بصناعة الفساد وتولية أمرنا أفسدونا. ولو كنت تنتقدهم فأنت مشي وطني وما تبغيش بلادك. ثامنا، لأن كرة القدم أصبحت غطاء سياسي، فما يمكنش أنك تقول لي ما تدخلش السياسة في الرياضة والفيفا تخلي اللاعبين يتضامنوا مع أوكرانيا وتحرم عليهم التضامن مع فلسطين. ما يمكنش تقول لي ما تدخلش البوليتيك وشنقريحة يتصور مع لاكوب. فرنسا ديت لاكوب دي موند، شفتوا انتم قائد الجيوش يتصور معها؟ لكن وسطر لي تحت لكن لأننا رايحين ندخلوا لصلب الموضوع الفيديو. ما يمكنش يا البياع أنك تنتقد الاستغلال السياسي لكرة القدم في الجزائر وتغض الطرف عن استغلال المخزن السياسي لتنظيم دورة قارية أو عالمية. تلقى الجماعة اللي كانوا يقول لك علاش تزوقوا طرقات غير في المناسبات هما اللي أثنوا على المخزن تزيينه للأماكن اللي راح تصور في هذه المناسبة. أنا تمنيت إقصاء المنتخب الجزائري، أولا لكي لا يتم استغلال الحدث سياسيا، ثانيا لكي لا يلتقي بالمنتخب المغربي وتولي فتنة كما اللي كانت مع مصر في سنوات ماضت، ثالثا إذا ربحنا فهو ربح للمنظومة العسكرية، وإذا ربح المغرب فهو ربح للبروباغندا المخزنية. فما يمكنش أني أتمنى إقصاء المنتخب الجزائري وأشجع المنتخب المغربي كما داروا المخازنية الجزائرية. واش ربحت يا الجزائري يا المواطن اللي راك تجري ورا كرة القدم؟ مبروك للشعب المغربي تنظيم كأس إفريقيا في 2025. سمية بغل انت اللي رايح تقول تحية الجزائر 1 2 3 فيفا الجزائر 1 2 3 فيفا الجزائر، حتى كي تربح غدوه راه تدي 25 مليون دولار وراح يديهم بلايلي وجماعه. انت تدي الشعر انت تدي بابا بو يا سيدي والواد وادي يا عيون عينيا يا الحمراني كوفيلال يا ربي مبروك ما ترديتي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي مبروك كاليفي دير كي الخرا دير فوكين ارجلي يا اخي. ما يمكنش انك تنتقد فوز الجزائر وتبارك فوز المغاربه. ما يمكنش انك تقول أن الجزائر فاشلة في كل الميادين بما في ذلك في الرياضة وتسكت على نفس الواقع في المخزن. ماذا نستفيد اصلا من الفوتبول؟ وهل عندنا اصلا رياضات؟ هل عندنا اصلا فوتبول؟ وهذه الفريق الوطني اللي راه يطيح وينوض
وجزء كبير من اللي اللاعبين نتاعو بما فيهم المدرب من الخارج، الجزائريين عاشوا او ولدوا في الخارج. يعني في البلاد راهي الدعوه غارقه. يعني الجزء الاساسي نتاع الفريق الوطني هما ناس تعلموا وقراوا ودربوا في الخارج مش في الداخل. إلياس شاعر مولود ببلجيكا. سليم أمالة مولود ببلجيكا. أنس الزعروري مولود في بلجيكا. سفيان مرابط مولود بهولندا. بلال الخنوس مولود ببلجيكا. زكريا أبو خلال مولود بهولندا. وليد شديرة مولود بفرنسا. نصير مزراوي مولود بهولندا. سفيان بوفال مولود بفرنسا. حكيم زياش مولود بهولندا. رومان سايس مولود بفرنسا. ياسين بونو مولود في كندا. أشرف حكيمي مولود بإسبانيا. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. تكلم على واش يدير الملك المغربي، وهو انا الملك المغربي مش الملك تاعي، مش رئيس تاع الجزائر. انا لما اتمنى اقصاء الجزائر اتمنى اقصاء منتخب المغرب ايضا وتونس، يسمحوا لنا خوتنا التوانسه، باش ما يفرحش الديكتاتور قيس سعيد. كذلك المنتخب المصري وكل المنتخبات العربيه. فاذا شجعت السنغال ماشي عيب. أمنيتي وتمنيتي رجائي أرجو أن يخرج المنتخب الجزائري في الربع النهائي يمشي بحاله والثمن يمشي بحاله. سأساند نيجيريا ضد الجزائر، وأيضا ما بغيتش تفهم راه خصني يخسروا باش يمشيو بحالهم. إذا هذا اللي سولني واش لما غتفرج مع الجزائر ضد الكونغو واش غنكون مع الكونغو؟ سأساند الكونغو، سأكون مع الكونغو قلبا وقالبا وعاطفة ومشاعر وكل شيء. A few moments later. الغباء الكرغولي أنه يفرح لخسارة جيرانه وإخوانه ويفرح لغيره. هذا يعبر عن الحقد، يعبر عن الحقد الكبير. الشعارات اللي كانوا يقولوا الكثير من الناس حنا خوا وأخوة واللي وكل ميور غاني وداكشي ما كاينش منه. ودي يا صدقك بس قوية. وهنا الشكام الشوالي اللي من المفروض انه يكون حيادي حسيناه مغربي اكثر من المغاربه. لا فريق عربي يا خويا، ما كانش فرق ما بين عربي واعجمي ولا ابيض ولا اسود ولا بطلنا ولا منك حالش ما يجوز تشجع المنتخب السنغالي. بالعكس انا اشجع واحد مثل ساديو ماني، مسلم مفتخر بدين الاسلام. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا ساديو ماني. ساديو كيف؟ جود. نصر جود. ما شاء الله يقرأ قرآن. والله ساديو ماني جود إسلام. ساديو ماني يا صاحبي. هذا ساديو ماني وسائل بينظفوا الحمامات حق المسجد. ايوه سر جنبه نظف. ما يفوتش مناسبه لابداء تضامنه مع فلسطين. انسان بسيط يلبس سامبل، عنده تليفون مهرس. لما قالوا له على ما تبدلوش قال لهم مهم يمشي، علاه نبدلوه؟ نهار يحبس نشري واحد كيفه لانه ماشي الماركه اللي راح تصنع مني بنادم. ساديو ماني مول مستشفى في قريته، بنى مدرسه، يقدم منح شهريه للطلبه، ساهم في توصيل الكهرباء، دعم مشاريع حفر الابار، يوزع طعام واللباس في شهر رمضان وفي المناسبات. ساديو ماني رمز وطني يفتخر به. ماشي واحد كل خطره يخرج خرجه، خطره يتصور مقمط في اوتفيت يدير 3000 ولا 4000 اورو، خطره لابس لي بالم ماشي حتى بليغه بالانسياغا دير اكثر من 400 اورو بلا تبهدل مع هذيك اللي كان معاه. بالمناسبه كيف البهلول نتاعنا ولا نتاع مصر، باش ما تقولوش بلي طايح عليه باسكو مغربي. ديجا اصلا واحد فيهم ما يمثلش بلاده، على عكس ساديو اللي يعتبر قصة مثابرة وكفاح حقيقية. الإفريقي اللي هرب وعمره 16 عام وهو ما عندهش حتى تليفون. قال للجورناليست قال له صورني باش نرسل التصويرة لما، قال له صح عطيني لادريس ميل تاعك باش نرسل لك التصويرة، قال له ما عنديش ادريس ميل، ما كانش عنده. يصبح اللاعب الأول إفريقيا وأحد أحسن اللاعبين في العالم ومتربي ومتخلق. ماني كان قادر يتزوج بأجمل جميلة أوروبا لكنه اختار بنت دينه وبلاده. والمشكلة ماشي فيا أنا علاه نسيبورتي ماني وعلاش تمنيت له يكمل لا كارير تاعه بتتويج، لا. المشكله ماشي في الجزائريين اللي سيبورتيو السنغال، لا. المشكله انه الماليين، الزومبيين، المصريين، التوانسه، الكونغوليين، الموريتانيين، الصحراويين، الكامرونيين وحتى اوروبيين
سيبورتيو السينيغال. مين شجعت في نهائي افريقيا؟ اتوقع الجواب موحد، كلنا السنغال. السنغال عيون مندي والله. كلكم السنغال؟ اكيد السنغال. ليش السنغال كلكم؟ عشان مندي وماني وشو طيب. يا لطيف، انت شايف الظلم حق مندي؟ فرصة تعود يا ابراهيم، التاريخ من هدف باب 76 يا جاس. يا رب. ريحها ومراكش يلا. يا رب بره يا رب. بره. يا ويل قلبي، والله انا مبسوط، والله مبسوط. وين راح الكسكس يا معلم؟ بلع السنغال، بلع. سقسيتوا نفوسكم علاش؟ هادو كاع ما يسواوش. العيب في المغرب اللي حاول يستغل الدورة سياسيا. شراو لي زاربيت اللقاء الافتتاحي مع مالي فيه 2 بينالتي ما تحسبوش. ماتش زومبيا فيه بينالتي. يا ترى دي ضربة جزاء لم تحتسب على المغرب ولا كتف قانوني؟ الكتف القانوني لو الكرة في متناول الاتنين لعيبة وده بيزق ده بكتفه، اما في حالتنا هنا فالكرة في حيازة لاعب تنزانيا بالكامل ولاعب المغرب دفعه بذراعه، وبالتالي مفيش اي كتف في الموضوع، وده دخول متهور من مدافع المغرب كان يجب معاقبته بضربة جزاء، خصوصا وان الحيازة المستقبلية للكرة ما زالت في الملعب، لان الكرة كان لسه في بداية ال 18، الكرة مش خارجة بره الملعب. فده ضابط مهم. كل معايير احتساب ضربة الجزاء متوفرة لكنها لم تحتسب. ماتش الكاميرون فيه بينالتي. تاني خطأ تحكيمي مؤثر في المباراة هو عدم احتساب ضربة جزاء لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 68 يعني، والنتيجة 1-0 للمغرب، نتيجة عرقلة واضحة جدا من مدافع المغرب للمهاجم الكاميروني اللي بيحاول ياخد الكرة ويعدي، وهو بالفعل عدى، هو رجله كانت رايحة تجاه الكرة لكن لاعب المغرب هو اللي أخد رجله، وبالتالي دي ضربة جزاء واضحة جدا. في الماتش النهائي هدف مالي الملغى صحيح ولا غبار عليه. أشرف حكيمي استغل الاكسبيريونس نتاعه ورمى روحه، ومن المفروض يدي بطاقة بدل من المخالفة اللي تحصل عليها. إضافة إلى الضغط على المنتخب الجزائري وضربة الجزاء الصحيحة ضد المنتخب النيجيري اللي ما حسبتش. ظلم تحكيمي واضح ومؤثر ضد منتخب الجزائر امام نيجيريا بعدم احتساب ضربة جزاء من لمسة يد داخل ال 18، والايد اللي متحركة تجاه الكورة مش العكس، وكمان الايد مكبرة حيز الجسم، وبالتالي كل عوامل احتساب ضربة الجزاء موجودة لكن القرار غاب من حكم الساحة وحكم الفار. هذا من ناحية التحكيم. من ناحية التنظيمية، منتخب السنغال مورس عليه ترهيب حقيقي قبل المقابلة. أنا ما شفت منتخب يتنقل من دون حراسة.
اي مشجع طائش كان قادر يتعرض للاعبين مشهورين دوليا. اعطيني تريكوك ولا اعطيني تليفونك ولا نضربك بخدمي، اضافه الى ما كان يجري في الكواليس. اصاحبي النوض طيح دايره خيط من السما. لو غارديان سينيغالي ا دوموندي ان سيرفيات باش يمسح بها وجهه. ناضت حرب ما بين لاعبي الاحتياط ومسؤولين في الملعب مع الحارس الاول والحارس البديل. تبهديله. Félicitations, monsieur, c'est un garçon. Merde! Le bébé! C'est ton bébé! C'est ton bébé, wesh!タオルはどこ？ここに置いたはずなのに。Ah, je me prendrai bon croustille après le sport. Ah, bon croustille. Excusez-moi, chef. Oui. Vous pouvez passer une petite serviette, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est mon frère. Merci. Hein. Merci à toi. Ah, c'est sûr qu'il ne va pas me la voler. Ah, qu'est-ce qu'ils ont avec les serviettes là? Oh, oh, oh. Wesh, mais il est en train de taper ma voiture, lui. Oh. Wesh, il est fou, lui. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Tu m'as toujours ramené ma serviette. وي الواحد خلص الدوش خصنا نطبقوا المنشفى. اطلق اي منشفى مايش لاكوب. اي شد روحك مليح. وسود الاطلس. Est-ce qu'il y a des Marocains ce soir par applaudissement? Des frères marocains, ça fait plaisir. Sako, viens ici. Viens, viens frère, viens. Bah cache la serviette. Vas-y. كبريت المنشوع قال لك علاه تقولوا بلي انقطع الكهرباء. انا بطوطه وابن خلدون في دار العالم كامل ما كاينش شي رباط كحله. ابن خلدون على بالك بلي هو مات في المغرب في فاس وانا تزور دارو ما قالش بلي غيفرشها كحله. لماذا؟ لانه يعلم بان التاريخ سوف يخلد شهادته. هاولا مغربي واش يقول؟ هادشي كيوقع نورمالمون كيوقع، وانما كنتمناو من المسؤولين يدخلوا في الامر. كاين ناس عندهم الويفيات، كاين ناس كيخدموا به، كاين ناس كيما كتشوفوا نتواجد عند محمد الخميس، ريت محمد الخميس. هذا السكرجي الخانز اللي زوجوه المغربيه واللي راح نخصص له فيديو خاص بالفضائح الاخلاقيه نتاعه، يقول ما كانش مدينه في الجزائر تلحق كراع الرباط. C'est une poubelle à ciel ouvert l'Algérie. Et vous parlez du Maroc. Moi, ça m'arrive d'aller à Rabat. Excusez-moi, c'est vrai que le Maroc a ses points négatifs, mais rien à voir. Je veux dire, je prends par exemple Rabat. Il n'y a pas une seule ville en Algérie qui arrive à la cheville de Rabat. ها هما المغاربه واش يقولوا؟ شكون متوافقين الله يرضي عليكم كاع اللي هادي المغرب
وهذه موراكو. This is Morocco. You know what I'm saying? رجع للمغرب الله يرضي عليك. هذه موراكو. فهمتوا الفرق ولا ما فهمتوش؟ مونديال سي مونديال 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 كاس افريقيا فينا هو عندنا حنايا. صردنا في فيديو 1000 مره صردنا السلطات. مونديال ديالنا حنا. كاس افريقيا ديالنا. السيد القايد السيد الباشا الدائره تنعى. السيد القايد عطنا السلطات. اللهم هذا منكر. السيد الباشا السيد القايد على ما كنصادوا لك هاد الشكايه. الناس غرقت منايا. الواد الكبير ديال خندق الرومان تخسر. هو الواد خندق الرومان تخسرنا هنايا. عينا كنبروكم الشكايه ديالكم مواطنين. شمالي شمالي اجلسوا شوف اجلسوا صاحبي بلاد ملي غادي في الغيط. انتوما عباد الله انتوما الخوت واش هذه طريق دابا ندوزو عليها بالحديد ديالنا؟ اش يا خالد اش زيد واش دابا هذه طريق يدوزو عليها الروايل الطوموبيل؟ العدو راه حنا كنموتو هنايا وراه الطريق قاطعش علينا. Mais en termes de qualité de l'infrastructure, je veux dire, les autoroutes, elles sont d'excellent état au Maroc. ولا احمد ولا احمد حيد ولا شوف شرمالي شرمالي يا وحنا الطوموبيل وانا يا حلت دابا الطوموبيل سكتات كاع. En termes de qualité de l'infrastructure, en termes de verdure, en termes d'entretien. شوفوا الناس في عايشين. شوفوا الناس في عايشين المواطنين. يا لطيف الناس كيبيعوا ديورهم اخي. شوف المواطن شوف يا لطيف ما هذا شاد الشيء عندك السيد الرئيس. لطيف يلا قال السيد الرئيس خليك الذهب هذا راه الذهب هذا. شو شحال ديال الذهب جمعوا اجي بحال نشوفوا هاد الشويره هذا هذا درب هذا ماشي شارع. دابا حنا خرجنا من الشارع دابا ندخل للدرب. دابا 2026 اليوم 2026. شوف الزمان د 2026 والزمان د واحد الرئيس كيقول لك اسيدي كذا ما كذا. شوفوا الناس في عايشين. Et vous parlez du Maroc. بالنسبه للدراري ديال المدرسه راه هذا هو النقل اللي باش نديهم يقراو. وبالنسبه ماشي غير النقل المدرسي هاد الوسائل عندها في النقل في كل شيء. في الاغذيه بغيت تجيب شي حاجه المواد الغذائيه بالنسبه للطحين بالنسبه حتى للطبيب. الطبيب راه خصك تزمر على هاد الدواب باش ديها باش توصلها للطبيب. فهمتيني باش تخرج على الشانطي كضرب فوق 4 كيلومتر عاد تشد الشانطي وعاد يمكن لك باش توصل في الطوموبيلات ولا امبيلانس ولا هذه. دابا حنا بالنسبه لهاد الرفاهيه راه حنا ناسينا بزاف وما تعطوناش اهميه. وعندنا دوار كبير تبارك الله. راه كتشوف دوار راه فوق 20 دار اللي كاينه هنايا. هاد الرفاهيه ناسينها بزاف بدي اش نقول لك لا اله الا الله وصافي. طبعا انا مانيش نستشفى لانه الحال من بعضها، لكن يجوا البياعه يقول لك المغرب احسن من الجزائر بالكذب، فقسما برب العزه لو حطينا الجزائر بكل عيوبها في كفه وحطينا هذا الفيديو اللي راح نوريه لكم الان في كفه لرجحت كفه الوزر اللي اصبحت تفتخر به المملكه الصهيونيه العلويه. والخطر القادم أسوأ. شفت فيديو لسائح يهودي في مقهى مغربي يقول بلي أنه المقهى ملك لجده وهذا ماشي جديد عليهم. This isn't right. The Almighty promised us this food. It's in the contract in writing. Over 3,000 years ago, flown with milk and honey, free. And now you're ringing up oranges like I owe you? Elle m'a été promise il y a 3000 ans. الحاجه اللي يبغوا يدوها يقول لك كنا موعودين بها منذ 3000 سنه. واسمع واش يقول هذا السائح الثاني. انا يائير بورتال، انا من اسرائيل. خلقنا في اسرائيل مي كنحلموا على المغرب.
كنحلموا على المغرب، كنحلموا على المغرب. كانوا يحلموا بالمغرب. لو كان تعاودوا ترجعوا تشوفوا الندوه الصحفيه تاع الصحفي ومعتقل الرئيس السابق عمر الراضي، تكلم على لا ديبوسيسيون دو تير تاع المغاربه، يدوا منهم ارضهم ويبيعوها للاماراتيين، ولما يقول الامارات يقول الصهاينه بطبيعه الحال. راهم يستثمروا في اراضي صحراويه محتله، ينقبوا على الغاز والداخله، وكاين حتى مستثمرات فلاحيه اسرائيليه فوق الاراضي المغربيه. بالمقابل زرعت إسرائيل بالمغرب العديد من الهكتارات من شجر الأفوكادو الذي أصبح من أكثر المنتجات الزراعية طلبا في العالم، وإسرائيل تنتج 250 ألف طن سنويا. لكن بسبب أزمة المياه لديها بدأت تبحث عن أراضٍ جديدة للزراعة، فاختارت المغرب. إسرائيل استثمرت في مشاريع ضخمة لزراعة الأفوكادو في المغرب، مستغلة المياه الجوفية المغربية. الهدف إنتاج أفوكادو يصدر إلى أوروبا بعلامة صنع في المغرب، مما يقلل من تكاليف النقل ويزيد من أرباحهم. لكن الأفوكادو منتج يتطلب كميات هائلة من المياه، وهو ما سيدخل المغرب في عجز مائي خطير. واش يخدموا فيهم؟ كل ما يستنزف المياه الجوفيه. اهم هذه المنتجات لافوكا، الدلاع، الطماطم والليتشي، المنتوج مغربي والمستثمر اسرائيلي، وتباع في اوروبا وحتى في دول عربيه في الحاضر خوتي. وايضا خوتنا المغاربه، فلسطين في 48 بدات بنفس الطريقه، بدات بارض وزوج، ومن بعد يولي يقول لك الارض كامله نتاعنا. دونك يجي واحد يقول لك علاه كاين مغاربه خوتنا؟ طبعا كاين. مثلا هذا الرجل اللي نحسبه والله حسيبه انسان طيب، خرج دار فيديو ضد الفضيحه اللي دارتها الخانزه. بسم الله الرحمن الرحيم. راني في منطقة بين الجراف السعيدية إقليم بركان، حيث رفع علم الكيان الصهيوني هذا البلاصة غير البارح. يعني ما عرفناش هذا الإعلام علاش ترفع هنا بالضبط في هذه البلاصة قرب الأشقاء ديالنا الجزائريين. واش ما عرفناش واش ما أريد منه، لكن أنا راني جيت هنايا باش ننظف ما يمكن تنظيفوه، هذاك النجاسة تاع داك العالم تاع الكيان الصهيوني. كما نتذكروا ايضا فيديو الريفي الفحل اللي رفض المساعده تاع الكيان المجرم في وقت الزلزال. انا رايي اسمع لي واش انت اسمع لي انا مغربي ارفض التطبيع وارفض المعاونه من اسرائيل. انا مغربي ارفض التطبيع وارفض المعاونه ديال اسرائيل. انا مغربي مسلم لا اريد التطبيع ولا اريد معاونه الاسرائيليين. الاسرائيلي قاتل، أنا لا نريد معاونة معهم ولا نريد التطبيع معهم. لكن أيها الإنسان الطيب، العيب ماشي في وحدة خانزة لا تمثل إلا نفسها، العيب في منظومة مطبعة عاملة جبت لكم العار إلى عقر داركم. أما حكاية خاوة خاوة اللي روجوا لها بعض المخازنية الجزائريين، فصار لها كيما حكاية الجيش الشعب خاوة خاوة اللي خرجونا بها الخوافة اللي شاركوا معنا في الحراك. أنا خويا بوليسي يضربني ما يوليش خويا، فاحنا متعافرين مع كلاب السلطه باش نطلعوا المراديه وباش نفتحوا الطرقات اللي غالقينهم علينا، ويجوني جماعه السيلفي يقول لك خاوه خاوه. نفس الشيء في المغرب، حتى ولو كان قالوا هاد الجماعه عاش الملك نحسن نعاونهم، لانهم في دوله قمعيه ارهابيه بامتياز. تغلط تتغول ديجا بلا ما تغلط، لانه جنسيتك في حد ذاتها تهمه. وراكم شفتوا الرخيص اللي قاعد يطيح لتريبين كامل من الجزائريين. ماشي واحد هنا راجل يقيس وديما بوركينا تعاودوا ديما بوركينا والله ديما بوركينا وما ديما في الطلق الشجع اللي نبغي حق الشجع اللي نبغي صافي الشجع اللي نبغي. المغرب هذاك نقولوا نبغينا المغرب هذاك فاك سانسماس. هذا المعزه كل ما جاش في بلاده اخر واحد في المدرجات هو ديبول عليه. ولكن واش يدير الميت في غسالو؟ انا حطيت منشور قلت فيه الفلفله اللي كانت لاهبه مثل هذيك البار دو فير اللي يكون مسهور وتحطه في الماء، لانه الجماعه كانوا يحضروا لفوز المنتخب المخزني وليس المغربي، وما استقتلهمش. لكن ايضا ما اعيبه على بعض الجزائريين هو الخروج في احتفالات يشكو الحال من بعضها. على واش تحتفل؟ انت خاسر وهو خاسر، انت يبولوا عليك المخابرات وسمحوا لي على العباره، وهما يبولوا عليهم المخزن. اخر مقدم يدير دراجل في الشعب، هو عايش في الفقر واولادهم يهربوا وانت كذلك. هو يغلط يتغول، انت تغلط تردم. فالحق ما عندوش حق حلو وحق مر. ما نوقفش مع بروباغندا مخزنيه في الباطل ولا مع نظام عسكراتي في الباطل، لكن يمكن ان اقف مع احدهما اذا كانوا في قضيه حق، مثلا قضيه الصحراء الغربيه.
قضية حق. وقضية تنديد الجزائر بالتواجد والتعاون العسكري الصهيوني علوي قضية حق، وأنا مع أعداء الجنرالات في هذه القضيتين. لكن قضية دعم الانفصاليين الريافة فهي قضية باطل أدينها، وأقف مع النظام المخزني العامل المطبع ضد بلادي. أعلم أنها ردة فعل على دعم انفصالي حركة الماك الإرهابية، لكن الشريف يعمل بأصله. الشريف لا يبرر لباطل بباطل آخر. إذا افترضنا أن الخازنية زد معلة المسان واغتصبوا جزائريات، هل يجيز لك هذا الفعل أنك تغتصب مغربيات؟ إذا عضك كلب عادي، فمن طبيعة الكلاب أنها تعض. لكن تخيل أنت إنسان يلقاوك قاضب كلب عضها، مشهد صادم ما يتقبله حتى واحد. على هذا لا أساند منتخب المغرب ولا أساند منتخب الجزائر كذلك. وفي آخر الفيديو نقول عاش الشعب المغربي الحر الرافض للتواجد الصهيوني علوي، والحرية لأكبر معتقل سياسي في إفريقيا النقيب زيان، ولناصر الزفزافي وكل معتقلي الرأي في المغرب. الحرية كذلك للشعب الجزائري الحر من نظام الطغمة العسكرية، الحرية المكيسي بالحول ومصطفى قرا ومحمد تجديد وكل معتقلي الرأي. وبلا ما ننسى كالعادة يسقط نظام العراية وتسقط محافظة العراية. سلام.